مش الاكونتات اللي بالدولار الريت بتاعها او النتائج بتاعتها بتبقى اعلى من الاكونتات اللي بالجنيه. الحقيقه الدولار اعلى من الجنيه، والبيزو الارجنتيني احسن من الاثنين. مفيش حاجه اسمها الدولار احسن من الجنيه والجنيه احسن من الدولار. طب انا هعملها بالشيلين السويسري، انا هعملها بالبطيخ الاسباني. ده هري مطبق، مع كامل احترامي لناس كتير في المجال قالوا هذا الكلام. اتحدى ان يكون الكلام ده مثبت علميا. دي كلها مجرد اراء وتجارب شخصيه لناس، وارجوك تجاربك الشخصيه ما تعممهاش. ما تقوليش اصل انا شفت بنفسي وجربت كذا اكونت. حبيبي انت في حجم متغيرات ضخم جدا في اعلانات الفيسبوك، ما تقدرش تحصره ان انت عملت نفس الاد، نفس الاعلان، نفس الكرييتيف على اكونتين، واحد بالجنيه واحد بالدولار، وابو دولار جاب احسن من ابو جنيه. ده هري. في حجم متغيرات ضخمه انت مش قادر تتحكم فيه. جت معاك صدفه مره اتنين تلاته عشرة حتى ان الاكونت ابو دولار بيجيب نتائج احسن، دي مجرد صدفه. مفيش حاجه اسمها كده. في ناس وقفت شغل، وقفت شغل وراحت تبدا من اد اكونت جديد بعمله الدولار عشان حد طلع قال لها ان الجنيه، العمله بتاعت لو العمله بتاعت اد اكونت بالجنيه هيجيب نتائج تعبانه. مفيش حاجه اسمها. انت عارف عامل زي ايه؟ عامل زي واحد شاف ماتش السوبر من الاهلي والزمالك، لقى الزمالك كسب قال لك بس الزمالك بيكسب على طول. ما فيش حاجه اسمها العقل بيقول لا. مش معنى انت شفت شوط واحد من المسلسل ان هي دي القصه كلها. انت شفت شوط واحد ان في اد اكونت بالدولار جاب معاك احسن بالجنيه قمت معمم لي القاعده. كلام هري مطبق. الصح ان جميع العملات على الاد مانجر فقط للعرض. انا بعرض لك احصائيات بالجنيه عامله زي سعر الرساله كده، فقط للعرض. انا بس بديك احصائيه ان هي بالجنيه مش بالدولار، لكن في الحقيقه في الباك اند جميع العملات يتم تحويلها الى الدولار. انت بالجنيه، انت بالريال، انت بالدرهم، انت بالبيزو، انت بالمش عارف ايه، جميع العملات بيتم تحويلها للدولار. ويتم حساب كل الادز على المنصات الاعلانيه سواء فيسبوك او تيك توك او ايا كان بالدولار الامريكي. ايا كان انت عمله حسابك ايه، فارجوك ما تسمعش لهذا الكلام.